إذا معي من بيروت الكاتب والباحث السياسي مكرم رباح، ومعي أيضا من بيروت الكاتب والباحث السياسي حسن الدر لمزيد من النقاش بشأن هذه التصريحات وربما هذه المؤشرات على صعيد الجبهة الجنوبية اللبنانية. أستاذ مكرم، بداية مرحبا بك معنا. بما تشي كل هذه المؤشرات وربما تجاوز الضوابط، تجاوز الخطوط الحمراء، وكذلك التهديدات القادمة من إسرائيل على أن هذه الجبهة ستتحول لجبهة أساسية، هل الحرب واقعة في لبنان وباتت شبه محسومة؟ للأسف أعتقد بأن الأحداث التي حصلت في الأيام الثلاث الأخيرة تؤكد بأن هذه الفكرة التي يروج لها حسن نصر الله وحزب الله بأن انتهاء الاقتتال والأعمال الاحترابية في غزة من شأنها أن تجعل من الجبهة الشمالية أكثر هدوءا، أو حتى هناك إمكانية لوقف إطلاق نار فوري فور الانتهاء من غزة، تنفيه ما يحدث من ضربات العمق اللبناني وبالتحديد في البقاع. وكما ذكرت في المقدمة، هناك مؤشرات واضحة بأن الطرف الإسرائيلي سيتعامل مع لبنان كتحدي جدي، وحتى لو وقف القيادة الأمريكية كما يقوم حسن نصر الله ونبيه بري بالتحديد على المبعوث الأمريكي إيموس هوكستين، الذي يعتقد البعض بأن أمريكا قادرة على فرض شروطها على إسرائيل. فأنا أعتقد وللأسف أن بآخر المطاف مهما حصل في المنطقة أن وضع لبنان هو وضع دقيق وخطر. وهنا لا أتكلم عن حرب مفتوحة أو عن غزو بري، بل ما يقوم به الإسرائيلي الآن لربما أشرس وأخبث وحتى أعنف من حرب تقليدية قد يشنها كما حدث في سنة 82 أو سنة 2006. نعم، ولكن عندما تقول أنه مواجهة أو حرب واقعة ولكن ليس بذاك المعنى، ما الذي يضمن أنه رد حزب الله سيكون منضبطا مع تجاوز كل هذه الخطوط الحمراء؟ عندما نتحدث عن استهداف البقاع، عن استهداف مخازن للأسلحة، ربما هذا البعض يراه تطور نوعي، عن استمرار في سياسة اغتيالات قادته، يعني حتى مع الإمعان بإحراج حزب الله بهذا الشكل، هذا ولا شك سيتطلب ردا. حزب الله ليس هناك من حرج عن حزب الله. حزب الله يستمر بهذه البروباغندا التي تشبه كوريا الشمالية، ويقوم بالقول بأنه سنأخذ وقتنا في الرد وأن الثأر وكل ذلك من كلام يأخذ وقت. أما المؤكد هنا بأن إيران لا تريد أن تفتح هذه الجبهة، ليس لأنها تكترث لدماء العرب ودماء اللبنانيين، لأن في حال حصلت تلك المواجهة ستكون ردة الفعل أو الضربة الانتقامية الإسرائيلية موجهة إلى إيران وليس فقط إلى حزب الله في لبنان. وهذا كان واضحا بزيارة المبعوث الأمريكي إيموس هوكستين عندما حذر اللبنانيون من هذه الخطوة. هو طلب من نبيه بري أن يوصل هذه الرسالة بشكل واضح إلى حزب الله. في آخر المطاف هنا نحن لا نتكلم عن قدرة لحزب الله باتخاذ القرار هو في آخر المطاف كما برهن الأشهر العشرة الأخيرة هو في طهران وليس في يد أمين عام حزب الله حسن نصر الله. إذن أستاذ مكرم، تعقيبا ربما، هل هناك مزايدات اللبنانيين في الداخل اللبناني على حزب الله ليمارس أقصى درجات ضبط النفس حتى هذه اللحظة، وإلى أي مدى يمكن أن يكون هذا في حسابات ربما حتى الجانب الإسرائيلي ومستغلة من الجانب الإسرائيلي؟ لأنه حتى دعوة نصر الله نفسه كان أنه لا نريد منكم أن تؤيدوا حزب الله ولكن لا تطعنوه في الظاهر من خلال المشاركة في الحرب النفسية عليه. أولا سيدتي، هذه الفكرة بأن هناك تنمر على حزب الله، حزب الله هو المتنمر الأول. وهذا الكلام بأن هناك من يريد طعن حزب الله في الظهر، حزب الله هو الذي يمسك الخناجر ويطعن الشعب اللبناني. الفكرة الأساسية هنا، أنا كمواطن لبناني إذا اعترضت على تحويل منزلي وقريتي إلى هدف عسكري كما يقوم حزب الله، هذا لا يعني بأنني إلى جانب الإسرائيلي. ومن اللحظة الأولى لقيام حزب الله باستعمال سلاحه في الداخل نحن كنا واضحون بأن الجبهة الداخلية أهم بكثير من هذه الأسلحة الغير متطورة والغير فعالة في الحرب مع الإسرائيل. من اللحظة الأولى حسن نصر الله يقول بأنه يدافع عن لبنان ويدافع عن شبعة، ثم يقول بأنه جبهة إسناد. هنا لا نريد أن ينتصر الإسرائيلي، ولكن نحن قد خسرنا لبنان بسبب تعريضه إلى العزلة العربية. الفرق الأساسي بأن حزب الله استطاع أن يدعي النصر الإلهي سنة 2006 لسبب جدا بسيط، كان هناك دولة لبنانية وحتى لو كانت مقسومة، وكان الحكومة فؤاد السنيورة آنذاك تتهم بأنها غربية وأنها تتبع أمريكا، ولكن هي
بذاتها التي أعطت المقاومة وحزب الله الغطاء السياسي والدبلوماسي وحققت 1701. نرى الآن بأن حزب الله يريد أن يحقق 1701 ولكن مع دمى كنجيب ميقاتي وكعبد الله أبو حبيب، وهذا شيء غير ممكن. نحن كشعب لبناني قلنا من اللحظة الأولى إن كان حسن نصر الله يريد أن يقاتل إسرائيل على هذه البندقية أن تكون مؤتمرة بالدستور وبالأرزة اللبنانية وليس في طهران. وما يقوم به حسن نصر الله من عدم الرد هو بسبب أوامر واضحة من طهران. لربما حزب الله وإيران يريدون أن يقتلون الإسرائيلي ولكن من السأم أو من الضحك، ليس هناك من لكن أستاذ مكرم لو سمحت لي، لأنه الطرف المؤيد لحزب الله والقادة فيه يقولون أنه الآن في هذه المرحلة أنه الطرف الإسرائيلي هو الذي خرج عن الضوابط، الطرف الإسرائيلي هو الذي تجاوز الخطوط الحمراء وكأنه هو الذي ينشد هذه الحرب. في حال ما انفجرت الأمور أو تم استنزاف حزب الله، هل سيبقى أو تبقى هذه المواقف المنقسمة سيدة الموقف لن تؤدي اشتعال حرب على مستوى البلاد إلى توحيد الجبهة الداخلية؟ Find your perfect stay on the Booking.com app. A hotel in the city or a beachfront stay with a view? Unlock your stay for less with app-exclusive prices. Download the free Booking.com app today. وأنتم تابعون للغرب. أنت الذي تتبع الغرب عندما تعطي خط 29 والغاز والنفط اللبناني إلى إسرائيل. أنت من تنتظر الديمقراطية الإسرائيلية والأمريكية. أعتقد بأن حزب الله لا يريد الرد الآن سيدتي، لأنه يركز على المؤتمر الديمقراطي في شيكاغو وما يدلي به كل من كاميلا هاريس وأوباما. هم يريدون أن يعود الديمقراطي إلى البيت الأبيض حتى تكون الصفقة الكبيرة مع إيران والصفقة الأصغر مع حزب الله الذي سيعطى لبنان. نحن لن نبرر هذا السلاح الإيراني في خدمة المشروع التوسعي للحرس الثوري. أما موضوع المقاومة فهو موضوع واضح. أي أحد يعتدي على لبنان نحن نقف إلى جانب الدولة اللبنانية والجيش اللبناني، وإلا ليس إلى سلاح ورط لبنان وعزل لبنان عن بيئته العربية. وهنا الأهم، انتهينا من الحرب. هل تعتقدين بأن هناك أي من الدول العربية الشقيقة ستأتي إلى مساعدة وإعادة إعمار الجنوب؟ وهل تعتقدين بأن إيران ستقوم بدفع أي قرش لإعانة أهلنا في الجنوب أو إعادة الإعمار بشكل عام في لبنان؟ طيب. أما بالنسبة للوقوف مع المقاومة، وهذه الأصوات لا قيمة لها ولا وزن لها لا في الداخل ولا في الخارج. ولو كانوا يملكون السلاح لدعم إسرائيل لما قصروا. هذا التعالي وهذا الوهم عبر تكرير نفس الأمر بأن ما يقوم به الشعب اللبناني من انتقاد لحزب الله غير مهم. وهذه الفكرة بأن ثقافة حياة الموت. أنا أعتقد بأن حسن نصر الله الإسرائيلي يا مكرم، أنا انتقدت الإسرائيلي يا مكرم، ما بعتقد أصدق. صحيح، ولكن يتشاطرون بفكرة أساسية بأنهم لا يكترثون للحياة البشر. بحسب نصر الله وبحسب محمد رعد هم مخولون من الله ومكلفون من الله، وهذا كلام صادر عن حسن نصر الله. وهنا لا أعتقد بأنه مستعد أن يسمع إلى صوت مكرم وغير لائق بك. أنت أستاذ جامع، هذا تضليل وغير صحيح. قاله حسن نصر الله ولم أقله أنا الكلام له سياق. أنا مكلف من الله أيضا. أنا مكلف بالصلاة وبالصوم وبقول كلمة الحق. أنا مكلف من الله أيضا وأنت مكلف من الله وكل إنسان مكلف من الله. في لبنان خدمة الكلام سياق ومعنى ولا تخرج كلام عن سياقه. وليس هناك من مشروع مقاومة أنتم تخدمون إسرائيل بمباشرة أو بغير مباشرة. أنت تخدم إسرائيل بهذا الكلام. مقاطعة ولكن انتهى وقتنا للأسف. شكرا جزيلا لكم.